يا ماما. ايه السلعه دي؟ انا في حياتي ولا داخله عامله لي فنجان قهوه. صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الهنا. عايزه اقول لكم الحمد لله امبارح علي جاب الغساله، وبصوا غسيل قد ايه اتغسل الحمد لله. وبصوا بقى دي الناس اللي جايين من العمره، دايما دي بلكونه العمره عند اي الناس، بلكونه العمره كلها، كل حاجه العمره، كل هدوم العمره باستثناء كام طقم السفيان بابيض. يعني امبارح غسلت الابيض بالليل قبل ما انام ونشرتهم الفجر، قلت عشان عمال مصحى بقى براحتي وكده يكونوا نشفوا. ما شاء الله هم نشفوا، الشمس طبعا مبوظه التصوير، ما شاء الله نشفوا اهو. هلمهم وانشر تاني السبت ده، ومشغله الغساله على سبت تاني. وبصوا يعني كميه غسيل وهدوم وغسيل وهدوم وغسيل وهدوم لا تتخيلوا. احنا هنفضل كده اسبوع عشان اشغل، عشان الغسيل يخلص. بس بصوا عايزه اقول لكم، نفسي اوريكم الهدوم البيضاء في الغساله طالعه عامله ازاي. بتلمع بتلمع بتلمع. بصوا بياض اكثر ناصعا، بياض ناصع. علي رايح فين دلوقتي يا نشوى؟ احنا شفناه بالعربيه اهو. صباح الخير. استنى. صباح الخير. عامل ايه؟ انا بلم الهدوم. الغساله كانت بايظه وشغاله من امبارح. والله شغاله من امبارح. روح هات له يا سفيان وتعالى، بس ما تبصروش وهيتكلموا لحد ما يجي. كده اهو. هلم انا الغسيل وانشر واصلي العصر تكونوا انتوا جيتوا. بعت لها رساله بقى. ماشي. لسه ما ادنش، بس قلت عمال ما هم يجوا يكون ايه ادن اصليه مره واحده واقعد بقى ايه، مفيش ورايا حاجه. انا مولعه، طلعت على كيس لحمه. استنوا صح، فكرتوني. طلعت كيس لحمه احطه، بس حطيته في الميكروويف كده اللي هو بخليه يفك التلج. بتقولوا لي غلط وانا عارفه، بس انا مضطريه عشان انا ما عنديش وقت. انا ما كنتش عارفه ان نادين جايه، فكنت هطبخ اي حاجه النهارده. لكن بقى ما اجت كده قلت اعمل لها حته لحمه، شويه كبسه ولا اشرب شويه شوربه كده يعني. فعمال ما اللحمه تعمل وكنا انا لميت الغسيل ونشرته والقصه دي، اللهم صل على النبي، يكونوا هم اجوا ان شاء الله بالسلامه. ماشي، صباحكم عسل. يلا بينا نلم الغسيل سوا. بصوا عايزه اقول لكم انا في قمه سعادتي لما الغساله كده شغاله وغسلت الهدوم البيضه كلها وطلع قشطه كده، قشطه بتلمع، فرحانه. كنت الهدوم دي وهي متكومه كده في الحمام على الارض حاسه ان انا بصوا مخنوقه بجد والله العظيم. فعلا هي راحت الست نظافه بيتها، ما حدش يقول لي حاجه تانية. هي راحت الست اما البيت يكون نظيف والغسيل منشور. اي نعم انا عندي دلوقتي كوم غسيل عايز يتطبق، بس مش مشكله المهم نضيف يعني يتطبق مش يتطبق المهم نضيف، مش مشكله هنعمله مع بعض. قعدت لميت الغسيل الابيض كله بقى كده، اللي بيشف ويرف بقى على الحبل بقى، واللي معدي رايح جاي يقول ايه الحلاوه دي، ايه الست النظيفه دي بقى. انتوا عارفين يعني احنا نحب قوي نظهر ان احنا ناس نظيفه. انتوا طبعا مركزين ان في حصان عمال يروح عند الزرع ويجي عند الزرع، قاعد بيلعب في حصان عمال بيلعب وانا قاعده اتفرج عليه. المهم قعدت كده طلعت بقى الهدوم الالوان، ولما لقيتهم هدوم سفيان كتير والتيشيرتات كتير قلت لا، انا قبل ما اقعد انشر اظبط كده الهدوم. انا مؤخرا بقيت اعمل كده، اسوي الهدوم القصيره لوحدها والتيشيرتات لوحدها والبناطيل لوحدها، كله على السور وانا واقفه، وبعد كده انشر بقى بنظام. عشان طبعا احنا نحب كستات يعني، ادي قدام الستات بتوع زمان يعني، ونحب ننشر بقى بالدور، اللي هو القصير قدام وبعدها الطويل شويه وبعدها الفوط وبعدها العبايات. يعني احنا بنحب نعمل سلم كده على حبل الغسيل. اللي لسه بيعمل كده زي بتوع زمان يبقى يكتب لي. المهم قعدت كده ارص الهدوم وانشرها كلها بس. وكانوا شويه هدوم، انا عايزه اقول لكم انا ما خلصتش يعني الا بين تقريبا بعد العمره باسبوع وانا بغسل في هدوم وبنشر في هدوم، بغسل في هدوم وبنشر في هدوم. بس ما شاء الله الغساله الجديده دي حلوه. اي نعم ما فيش دلوقتي غساله في الشقه الثانيه، مش مشكله اكون اشتريت لها ان شاء الله غساله عاديه، احنا بنروح هناك كام يوم يعني، او اصلح الغساله اللي هنا. لسه ما حددتش انا هعمل ايه. قعدت بقى كده رصيت الهدوم وخلصت، قلت بقى اخد الطبق واروح احطه بسرعه. انا حطيت فيه الهدوم اللي انا لميتها عشان اطبقهم كلهم. بصوا بقى الاوضه عندي هي نظيفه، لان انا كنت فرشاه الملايات دي، لان امبارح كان اخواتي عندي وكانوا قاعدين بقى في الاوضه تحت على التكييف ومش عارفه ايه وكده. فكانت الاوضه انا فرشاها نظيفه، فيا دوب انا اظبط بس ملايه السرير، اظبط المفرش كده. ده لحاف فايبر. انا عايزه اشتري طقم زي ده اللي هو اللحاف بالملايه،
لان هتفضلوا شايفينه طول السنه وبتقولوا يا نشوى احنا عيننا كرهته، بس هو ده اللي عندي. لان ليه انت بتحبيه؟ عشان انا ما عنديش كوفرتا فايبر غيره، وبعدين انا ساعات العيال بيشغلوا التكييف بالليل فبضطر ان انا اتغطى بكوفرتا فايبر. انا من الناس اللي احب اتغطى. حد بيتغطى في الصيف يا نشوى؟ لو في مروحه او في تكييف بيبقى شغال يعني عشان عظمي وكده فبتوجع، فلازم اكون متغطيه بحاجه يعني حاجه طريه. فده الطقم الوحيد اللي عندي فيه كوفرتا فايبر. فانا عايزه والله اشتري كوفرتا اخت يعني يبقى زي ده برضو، اشيل ده احط ده. لكن لازم يبقى فيه غطا، يعني لازم يبقى فيه غطا، مش طقم ملايه في الصيف بس، لازم يبقى فيه غطا. انت حتى المخده الزغنطوطه دي ليه؟ عشان الوقت سفيان جاي وهينام هنا هو وامه، فانا قلت انضف لهم الاوضه واعمل لها جو هدوء كده واظبط لها الاوضه بسرعه على السريع عشان تيجي تريح اعصابها. هي اعصابها تعبانه من ايه يا بنتي؟ حرام عليكي ما لا هي مش اعصابها تعبانه، هي طبعا عندها طفل والله يكون في عونها، وهي يعني حقيقي قاست مع العيال وانا مسافره، وقاست في الحياه وانا مسافره وشايله فوق سنها. فانا برضو عايزه اريحها شويه، مع انها يعني ايه ما ارتاحتش قوي، بس قلت غصب عنها اريحها شويه. اخدتها ودخلتها الاوضه وقلت لها اقعدي ريحي اعصابك شويه، ارتاحي وانا هاخد الولا ونقعد نلعب بيه بره. قالت لي لا انا جاي اقعد معاكي شويه. بقت تدخل شويه وتدخل اخرج شويه، بس انا قلت المهم اظبط لها. انت ليه حتى يا نشوى ازايز ميه زمزم هنا؟ بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه وانتوا برضو قولوا لي الصح ايه. احنا بنتعلم من بعض. انا بعمل ايه؟ الكولدير اللي بره بقوم كل يوم حاطه فيه ازازه ميه زمزم على الميه التانية. هل كده هي يعني فوائد ميه زمزم راحت ان انا بخفها بميه تانية؟ بجيب ازازه كبيره احطها في ميه الكولدير على القاروره بتاعه الكولدير عشان يعني ايه نفضل نشرب ميه زمزم كتير. انا سمعت من كذا حد قالوا لي احنا بنخف ميه زمزم عادي لما بناخدها معانا، ولا هي كده مفعولها بيكون راح؟ مش عارفه، فانتوا قولوا لي. انا كل يوم بقوم ماليه الازازه وحطها، جايبه ازازه ميه كبيره حطها جوه الكولدير على الميه العاديه بتاعه الحنفيه الفلتر على ميه زمزم. مين؟ ايه ده؟ ايجم يا ولاد. مين؟ ليش داخل؟ ليش اهو ايه ده؟ وحشتيني؟ ايده على الطرحه وعلى خدودي. ايه ده؟ وحشتيني ده مش من ساعتها. عندها حب بتقول لي ده حب. انا حاجه بس انت عاملين مفاجأة. هقول لك بس مش حد كده بتخربش. عاملين مفاجأة طبعا. بصوا هي هي الطرحه مضايقاك في ايه؟ ده مش من ساعتها عامل حاجه زي يعني كده. ليه بقى؟ ده حب يعني ولا ده ضرب؟ انا حتى ابوكم واصين عليا؟ انا صغير رايك اخرج تاني كده اخرج. ايه ده واحد جامدة ليه؟ انا هقول لك اهو عامله لك ايه؟ عاملة ايه؟ تخوفيني. ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه لك الكحل الاسود ايه؟ عمر انت بس عليكي كحل انت ما شاء الله الله اكبر. حسيني يا ماما والله. عاملة ايه؟ ولا وشيني انت خشيتي خالص. بصي تعالي بصي. الله ايه ريحة جامدة دي؟ بجد ريحه حلوه. تحفة قوي. الاوضه دي بتاعتك هدي فيها اعصابك. ياه. اقعدي بقى ونامي وارتاحي اهو. اهم حاجه ما تشغلش تكييف عشان الكهرباء. لا شغلي التكييف والمروحه حاجة عشانه. واقعدي بقى براحتك. تعالي بس عايزة تكسرت وتشيلي من هنا. غسلت ونشرت وروقت ونضفت وعملت كل حاجه. يلا نودي بقى وحيدنا. انا بحس ان انت عايزاه عشان سفيان بس. انتي جيتي هنا برضه؟ انتي جيتي برضه؟ ايه ده؟ انتي مش تخبيه في اوضه نسوة؟ امسكي بنتي انتي. تعالي. وحشتي ابو. ايه؟ هو انا وشي مغري مثلا؟ الله تلف معايا. شكله حلو صح؟ ليه بتعمل فيها كده؟ ليه اشمعنى؟ اقعدي الحق. بدأ الضرب. نزل بسني. طب حلو. روحي جبته بقى. جبت دي من الشارع والله وقعت مني في ساعتها عشان هزعل. احنا اللي جبناها. صباح العسل. صباح العسل. نادين عاملة ايه عظمة. خدي يا نادين. مش عارفه امسكي كده انا مستعرضه. افتحي النور. اللي عندنا ده في ايه بقى؟ مش عارفة بس تقريبا جبن. جبن. والله افتحي كده. بس هو سخن مش عارفه اوريهولك. هو فين نفس اللي سخن. دوقي كده. بسم الله.
حلو. عايز حاجه يا امير؟ عايز حاجه؟ لا لا خلاص معاك. لا 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 معلش انا مش عارف هعمل لك المفروض تجيبي شيبسي وانت جاي. عندي والله كتير. حلو السندوتش. عملت الامير السندوتش بدل الامير ما ينفخني، قلت كده طلع حته لحمه شوحها. بصوا انا لقيت اللحمه دي كتيره فما عملتهاش كلها، دي كانت اختي جايباها لي في مكان الذبحه، كانت جايباها لي فلقيتها جايباها كميتها كبيره، فقلت هعمل يعني اكتر من نصها شويه واسيب حته تانية حبه حتتين يعني يبقوا اكله لينا لوحدنا، لان اللحمه كتير. حتى علي قاعد يتخانق معايا قال لي ليه حرام عليكي ما تحطي اللحمه كلها، احنا كلنا موجودين ومش عارفه ايه. قلت له والله حرام هتترمى، يعني مش هيترمى اللحمه مش هيترمى بس كتير، فشلت الحبه اللي انا قلت لك عليهم واتخانقنا انا وعلي. قعدوا يقولوا لي لا قليل وما قليل، قلت لهم انتوا دايما كده لو دخلت في اي حاجه لازم تدي رايك يعني. احنا لسه مكملين خناقه الهدايا، واخدين بالكم اهو. لا ماليش في الطعم. لا. طب انتوا كنتوا بتحبين على ايه؟ تيجي تقولي ما تحبش لا تيجي تقولي عليه. دي بحبها اهو. عيالك ايه؟ دي ما حبتناش صح؟ لا ورا دي؟ مش عارفه. دي حبتناش. هقول لك انا هاخد واحده من كل نوع. تعالى يا أميرة اهو. دي بتقول ما حبيتهاش خالص. قلتيها؟ لا. والله انت اللي هتنضفيه. تمام. لقيت علي الزلم، لقيت علي الرخم. تمام. امشي الاول. انت زعلان تاني بس. يا امين كلم بسرعه. اللحمه مشوحه فلقيت قلب البيت. تاكل ايه؟ لكن انا دفعت. طب انت عايز حاجه شكلك مش عارف. مش عارف. الحمد لله مين مش عارف يا جماعه. اهم حاجه القناعه دي بتاعتك. هي فاهمان. وامين عامه الاميره دي ملوش في الحاجات دي وعايش في حوالي. انا بديت حاجتي مش بس حاجه ايه جرب دي يا بنت ساعات كده انت بتعملي في فين؟ لا بصي حركاتك دي خليها بكره بقى. انت مبطل ليه؟ يخرب بيتك انت يا بنت يا بنت يا ماما. السنه دي انا في حياتي ولا طالعه عمالي فنجان قهوه. طيب شيلوا يا امير. بعد بقى ما قعدنا اتخانقنا على البسكوت والشيبسي والحاجات والكلام ده كله، قمت بقى قلت اعمل الغدا. انا ولعت على اللحمه بصوا انا بسويها يعني ربع يعني اقل من نص سوا. ايوه المفروض ما بتستواش بس انا بحب اطلع شويه شوربه، فانا بحطها كده تغلي شويه وبعدين اقوم جايبه حله كبيره حاطه عليها بصلايه حلوه. هي دي بقى الطريقه بتاعتي، ما اعرفش الطريقه الاصليه ازاي، هو انا بدبختها كده وطلعت طعمه طعمه طعمه. بصلايه قطعت عليها طماطمايه، فعشان ما حدش يكتب لي يقول لي ناشفه لا احنا ما بنعملهاش بالطريقه دي، بس والله هي الطريقه دي عجبتني وطلعت طعمها حلو. ونزلت عليها اللحمه اعتبروها مش مستويه يعني بصلايه وطماطمايه وحطيت عليها شويه لحمه وبسيب حتتين اللحمه برده في الشوربه كمل لهم بقى سواهم في الشوربه. وعملت اللحمه كلها طلعتها وحطيتها كده وشلت الورق اللورا منها
وقلبت اللحمه بالبصلايه حطيت عليها بس حبهان ومستكه ولومي وقرفه خشب، بهارات الكبسه بقى اللي انت بتحبي تحطيها. اول ما اضغط ودول فلفل اسود على كبابه صيني على قرنفل حب اللي هو المسمار والهيل اللي انتوا بتسموه هيل. المهم قلبت ده كل البهارات الصحيحه كده ببعضها، وحطيت شويه ورق لورا، وهحط عيدان قرفه خشب مع اللومي. على فكره البهارات دي اللي هتحلي الكبسه. بحب ابشر يعني رشه صغيره خالص من جوز الطيب، دي رشه صغيره لا تذكر بس بتدي طعم حلو. عندك بهارات كبسه حطي شويه كركم، شويه بابريكا، شويه كمون، شويه فلفل اسود، اللي عندك حطيه. ولو انت كنت مسافره السعوديه هتجيب شويه بهارات من المدينه وادعي لي بقى. المهم شويه ملح وخلاص ظبطتها كده، وتقلبي بقى كل الحاجات ببعض مع معلقتين الصلصه. تقلبي بقى. عايزه اقول لك الخلطه دي هتطلع معاكي شويه كبسه، يا سلام على حلاوتهم، يا لهوي على اتاكل صوابعك ورا. انا بقى بزودها شوربه، مش بحطها عليها ميه، ما انا عامله شوربه ليه، بزودها شوربه بقى كده واسيبها تكمل سواها وتستوى مع نفسها، وتنزل اللحمه بقى طعمها في التسبيكه دي، عشان لما تستوى خالص معايا بعد ما هي كمان انا عاملاها بالشوربه بتاعتها، فكمان هتستوى بالشوربه هتبقى حلوه جدا. انا بقى عمال ما هي تستوي اعمل شويه الدقوس اللي هي طماطم على فلفل على بصل على توم على ليمون على الدقوس بقى، صلصه الدقوس اللي انتوا بتحبوها، وفي ناس كتير بتعملها بكذا طريقه. انا بعملها بالطريقه دي، ويا ريت لو في شويه خضره يعني بقدونس شويه حاجه خضار بتبقى حلوه. انا عملتها كده بشويه فلفل بقرن فلفل حامي وعليها عصره ليمونه ومعلقتين خل ومعلقه صلصه، والبهارات بتاعتك ملح وفلفل وكمون وشويه بابريكا على حبه توم صغنطاطين، وتضربي ده كله ببعضه. عارفه مكونات السلطه بتاعتنا بس بتضربيها في الخلاط. عايزه اقول لك شويه الدقوس دول بقى بياكلوا اكل انا ما كنتش بحبها زمان، ما اعرفش ازاي ما كنتش بحبها. لما اكلتها مره واثنين وثلاثه لا بقيت بحبها جدا، وبحب الاكله دي قوي. كده بقى ايه، اللحمه كانت استوت معايا وخلاص، طلعتها مستويه ودايبه دوب ازاي مستويه يعني مش عارفه امسكها من كتر السوا بتاعها. شلتها كده من الحله وحطيت عليها بقى الرز اللي انا كنت غسلاه، رز بسمتي. قلبيه تقلبتين هيطلع معاكي الرز الاحمر بتاع المضغوط او الكبسه خطير، وتزوديه بشويه الشوربه وغطي عليه لما يستوى. وعملت شويه سلطه خيار بالزبادي. بصوا انا بقى عملت ايه، بشرت الزبادي وبتحط عليها توميه او توم. انا بقى كان عندي توميه من بتاعه البيك، عطت نفس الغرض وكانت طعمها خطيره 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 والله العظيم بكلمكم بجد. توميه من بتاعه البيك ونزلت عليها بعلبه الزبادي، وعملت نفس السلطه بتاعه الزبادي بالثوم، بجد جامده يعني هتعجبك قوي قوي قوي. اختراع علبه التوميه دي وفر لي بقى، بدل ما احط عليها توم ونقعد ندور ايه التوميه دي ما كانتش هتتاكل، كانوا خلصوا البيك وسابوا لي التوميه يعني هرميها يعني، لا مرميش حاجه عليها عصره الليمونه بقى. وادعي لي سلطه الزبادي، انا بحب الدقوس اكتر. اما البصل والليمون والفلفل انا شفتها في المطاعم كده جوه في قلب الحله، اللي عايزه اعرف هي كانت قاعده جوه في قلب الحله سيبي شويه من الحله، شايبه شويه ايه؟ طب فأكيد ما تخلصي ده هنجيب. نتعشبهم. انت هتقعدي معانا للعشاء؟ اه بس اجيب لها اكل منين دي بقى؟ انت غلبتيني في الكبسه. لا 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 والله ده حاجه جامده قوي. بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه، بصوا الرز عامل ازاي. بصوا ده اسمه المضغوط. يعني الفرق إيه؟ بينه وبين الكبسه انا ما اعرفش، بس والله ما يزعل. ما بتحبش المضغوط وانا احبش المضغوط برضه. ما تشيلوش من بقه، هو عايز يعدي. وعملت شويه سلطه دقوس، وعملت شويه زبادي بالخيار، بحبها قوي زبادي بالخيار. وبصل بقى ده وليمون، ده مزاجي عشان انا سمي لو دي مؤاخذه كمان. النهارده هاكل بايدي. والله والله بايدي، انا بحب الاكله دي طب بايدي. سيبي اجيب لك جلافز. يلا عشان هاكل بايدي. يلا نتغدى اكله حلوه جدا، ما عايزليش في طعمها بقى. يا رب تدوق. ندوق دلوقتي؟ دوق. ايه ده؟ عشان انت حاطه بصل. استني بس هترجعي. لا استني، لا حطي عليها حته لحمه. مش عايزه لحمه انا. امال هتدوق ايه؟ لا لحمه حمرا. لا لا مش عايزه حمرا. بصي حته زي بتاعت سفيان اهي. بصي بس بصي بس خلاص. خدي استني بقى هظبطها لا ما كده. اعرفش اكل كل دي والله. هظبطي. اسمعي بس بعرفها هظبطها كده. بلد. ده بس ده بس ده. انا ما اعرفش اكل كل دي والله. لا ده حلو. ادوق. لا ما تدوقيش. بسم الله. والله العظيم خطيره. احلفي. اقسم بالله. يلا ناكل. سميري. معلش انا عايزاك ثانيه. تعالى بس عايزاك حاجه اقول لك حاجه. ها؟ تعالى اقعد جنبي كده اقول لك حاجه. ايه؟ اقعد جنبي. شفت اللحمه؟ ايه رايك فيها؟ كتير كتير؟ عشان الشكل اتخاصمنا واحنا بنعمل الغدا، بطبخ لقيته بيقول لي هي دي اللحمه بس اللي انت عاملاها؟ حساب انا مستقلها.
هي دي اللحمه بس انت عاملاها؟ قلت له ماهيش قليله، ده اللحمه كتير يعني، هي دي بس؟ قلت له والله ماهيش قليله. ومسكنا ببعض قلت له انا اصلا اولادي ما بياكلوش لحمه كتير، انت اللي بتاكلها. مع ان النهارده اكلت لحمه كتير على فكره. ويقول لي يعني هي دي بس اللحمه؟ كل مره بابا يمسك في موضوع اللحمه والله بتخانينا بسبب. بصوا احنا اتغدينا وشبعنا وخلصنا وانا قايمه بلم الاكل. بصوا والله العظيم. بالله يشرب بالله يشرب. السلام عليكم. مع السلامه. بصوا بقى، مفيش احسن في الدنيا، مفيش احسن ايه، انا مش عارفه، مفيش احسن حاجه في الدنيا لما تكون بنتك صاحبتك، تقعدي انت والبنت صاحبتك كده تتكلم عن الناس. لا لا، نرغي ونتكلم كده. بصوا شويه قهوه ولا عنده صغيرتين بقى. نولع علينا سجارتين. نسيتي اهم حاجه، إيه؟ انا ما بحبش القهوه والله. لا ده انت عارفه القهوه دي بقى. طب بس انت عامله قهوه كميات يعني، مش معقوله تشربوا لوحدكم يعني. لا ما انا اكيد انت عينك في القهوه. لا ما احنا هنخلص وبنعيد الدور تاني. اكيد لا والله. هتكون باصص لنا فيها فهصب لك يعني. استنى اسماء اكيد بلا روقان. عامله لك مزاج ايه؟ لا سيبيه لما يبقى يبرد. ماشي. احلى فنجان قهوه تشربيه من ايدي والله العظيم. والله ما هي دي بلبن صح؟ ايوه لا. لا ده بس هي كله فاتحة. الله الله. ماما بتعمل المشروبات بتاعتها من غير سكر صح؟ لا دي بسكر خفيف. انا خلاص انا حتى عشان انا ببقى لابسه هدوم في الحر وكده، فكنت جايبه بيني وبينكم يعني بيجامات. والله كنت جايبه بيجامات، انتوا هتشوفوها في فيديو الهدايا. كل البيجامات دي كنت جايباها هدايا للاطفال، كل البيجامات بتاعت الاطفال والله دخلت لي. فهي قررت بقى من ساعتها ما عادش هتشوف وزنها ولا بتعمل دايت. فكل ما البس بيجامه اطفال بتاعت نانو والعيال بتبقى حلوه عليا وبلبسها، فيقولوا لي حلوه عليك، اقول والله ما قعدت موزونه ولا قعدت عامله رجيم ولا عايزه ابص في الميزان، ولا يقولوا لي ماما انا قعدت وزن ده انت خسيتي، اقول لهم والله خسيت وخدت، ما حدش قاعد يجيب لي اي حاجه خالص. ده انا احسن عايش، قرار. انا ما عايش من غير ميزان. بس انا من بكره هبدا على فكره نظام اكل صح بس من غير ميزان، بس من غير ميزان ولا اي حاجه خالص، ولا حرمان ولا حرمان ولا اي حاجه. ما تحرميش نفسك. انا بس امنيه حياتي البسكوتات والشوكولاتات اللي عندي تخلص. انا كل ما اجي من السعوديه اهو انا معاكي اهو، طلعي طلعنا كلهم سوا صح؟ كلنا معاك يا ماما. كلنا معاك. كل ما اجي افضل اكل شوكولاتات وبسكوتات، هي دي اللي بمعبه. وانا في السعوديه علي بيقول لي النهارده، يقول لي يا نشوى انت جايه خاسه قوي، يعني جسمي خاسس جدا شكلا. هو مش هيبان في الكاميرا يعني، بس هو في ده حقيقه والله خست جدا والله. انت بس بقيتي اسرع مني مش عارف ليه بقى. في اللبس شكلك خاسس جدا. عارفه ده سببه ايه يا نشوى؟ قلت له قال لي بسبب ان انت كل شويه تنزلي تطوفي وتطلعي وتروحي، كل فرد بتنزلي وبتطلعي، ففي حركه كتيره كنت بتعمليها مجهود رهيب. انا ما كنتش اكيد عايزه، كنت بتقعد تعمل ايه هناك؟ بس كنتوا بتاكلوا. بيقول لي انا كنت بحسدك، انا طول النهار قاعده ما ولا شاء الله. الله كان ربنا عطاها شويه صحه بيقول لي هناك في شويه صحه كانت عندك. لا صحه، بيقول لي انت هناك كان عندك شويه صحه، راحه جايه راحه جايه راحه جايه تتحركي. يبقى انت بقى اللي حسيتها عشان ما عادش عارفه اتحرك. لا لا عارفه الحمد لله لسه ما عيتش، الحمد لله الحمد لله. نفسي بسكوتات دي تخلص. المهم انا عايزه اشوف لي حل، شفتي ما انا اهو عايزه اشوف لي حل. كل فرض انزل اصلي واطلع، انزل اصلي واطلع. بروح الجامعه اللي جنبنا. معاك كتير جدا. الحركه والله والله كانت تشتري معايا، كنت اكل مهما اكل عادي. كانت تمشي يعني ماشي كتير. طب ما تروحي جيم. يهبطني واقعد يشيلوني. وبعدين الكابتن بتاعت الجيم دي بتكون بقى بصي يعني هي ايه، ما صدقت ان هي تلاقي حد. انهي مين؟ نادين. طيب بصي تقعد تمسكني، كان الكابتن عسل كده، تمسكني شحط معاها. هبطك. هي كانت يوم، انا رحت يوم او يومين بس كفايه عليك. الحمد لله. بس نقعد نشرب القهوه، احنا اتغدينا خلصنا غدا، نشرب القهوه نقعد نتكلم انا وهي عن الناس، وعلي وامير سامعيننا من بعيد، هنتكلم عليهم بس اول ما يمشوا يعني. اول ما علي مش بنتكلم غير على بابا وابراهيم وامير، احنا ما نعرفش اي ناس حد غيرهم. مش موجود. خدوا بالكم احنا ما نعرفش ناس غيرهم اصلا يعني. احنا ما نعرفش في حياتنا مش هتقعد تحكي لها ان انا مزهقاها وانا احكي لها قد ايه سفيان مزهقني مثلا حكاوي الامهات. بقعد لا كده يعني حكايه بقى، نقعد نتكلم بقى احنا الاثنين كده. ما هي دي صاحبتي، انا ماليش اصحاب ولا ليا حد في الدنيا دي كلها. والله العظيم انا بتكلم بجد، انا ما ليا حد في الدنيا دي كلها غير ال5 اشخاص والشخصيه اللي نايمه هناك خالص اللي اسمها نانو. كلنا والله مالناش حد مالناش خالص. الا بعض. احنا غيرنا راينا وجينا قعدنا هنا بصراحه يعني. ده روقان اكتر، قلنا روقان اكتر كده. بس لو العيال دي
انت عايزين حاجه والله انا عاملاها لك، والله عاملاها لك. اشربي كده وتمزجي بقى، هي بتتكب اصلا. بصوا الجو المغرب عندنا عامل ازاي.